ان انت من غير ما تبقاش حاجه. هتكلم عن مواطنة مصرية، المأساة اللي عايشة فيها الوزيرة نبيلة مكرم عبيد، سيدة مصرية، وزيرة الهجرة، مصرية. كانوا يلقبون السفيرة نبيلة مكرم بأنها نبيلة قلب الأسد. تحب تشوف استاذ؟ تعالى يا واد انت تعالى. وزيرة الهجرة السيدة المحترمة جدا اللي فوجئت من الإعلام الأجنبي بخبر اتهام ابن الوزيرة في الولايات المتحدة الأمريكية متهم بقتل 2 من المواطنين الأمريكيين. وكمان بتشرب سجاير؟ طبعا اذا كنت قتلت مش هتشرب سجاير ولا مش هتشرب. ايه اللي حصل؟ محدش يعرف. نجل الوزيرة قد قتل 2 منهم 1 زميل لي في الشغل. هل كان في تنمر عليه واستفزاز والضغط عليه عصبيا ما قدرش يتحمل؟ محدش يعرف. زي بتعبير كده مع سبق الإصرار والترصد عن عمد، يعني ليس قتلا خطأ ولكن قتلهم بأداة حادة، سكينة يعني. هل مش هو اللي عامل الجريمة؟ محدش يعرف. ومحدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله. اليوم السفيرة نبيلة قلب الأسد في محنة كبيرة جدا. هذه المحنة أعتقد أنه بتدعونا إنسانيا أن ندعو لها. هطلب بقى من ضيوف النهارده والشيخ أشرف إن احنا ندعي لابن الوزيرة ولأبناء أو للضحايا اللي كانوا موجودين في الحادث، وربنا يفك كربهم ويرحمهم. إيه ده؟ اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم، اللهم يا ربي تقبل من مات منهم في الشهداء يا أرحم الراحمين. ما تصدقوش يا سعادة الباشا، ده دماغهم خروشة وأنا بعالجه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وتسمحي لي اسكت يا أخي، اسكت اسكت. لا يجب أن يصادر الناس حتى على ما حدث، لأنه هذه السيدة لما كانت معايا في برنامج وجبنا صورته وقلت لها فقالت لي ده حبيب مامته. حبيب أمه. رامي بيدرس في الولايات المتحدة. رامي بيدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. أحلام بسماها وترابها. رامي من الشخصيات الملتزمة جدا، بيوحش مامته قوي قوي. والنبي مش هيسمع التسجيل ده. اسمع والله. حبيبي. ابنها متهم بجريمة قتل في ولاية فيها حكم إعدام. حول الله يا رب، الناس فاكره البنات سايبه. بص لي ماشي. والإعدام في الولاية دي بيتعمل بالحقنة القاتلة. ابن وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، هذه الوزيرة المحترمة الناجحة التي حققت إنجازات حقيقية يشهد لها القاصي والداني. هاتوا عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. إيه رأيك في ده؟ موضوع المصريين في الخارج وأزمتهم مع السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصل له إيه؟ يتقطع. طعن حتى الموت في شقتهم، طعنهم حتى الموت حسب الاتهام. معانا السيدة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم. أهلا بيك يا فندم. مش هنرد على بعض بالعنف اللي هو تعدى بيه المواطن الكويتي. عدم الرد هو موت للكلام اللي اتقال. حادث فردي وبأكرر فردي حصل في الكويت. المتصيدين لمثل هذه الأحداث الفردية، زي ما احنا دايما بنقول الأحداث الفردية بتحصل، اعتبروا اللي اتقال ده هوا. لما بيتم التجاهل الموضوع بيموت. هي بتتعرض لمحنة قاسية لا يشعر بها إلا كل صاحب قلب وصاحب رصيد إنساني. مفيش حاجة يمكن أن تقال في هذه المحنة إلا الدعاء أن ربنا يمنحها القوة. أنا من اللحظة الأولى قلت أن قلبي مع هذه السيدة. كل الدعم للسيدة نبيلة مكرم. مش صوتك بس يا مزة، أنا عايز البلد كلها تطلع معايا مظاهرات وينادوا معايا بأعلى صوت. أنا يعني أطلب وأدعو إنه ربنا يصبرك. أحترمها كوزيرة وأدعو لها من قلبي كأم وكإنسان يؤمن بأن الإنسانية تسع الجميع. أقول بأنه الناس نسيت، إحنا حابين نفكر. لماذا لا يتم تطبيق القانون وتنفيذ أحكام الإعدام؟ أنا بسأل. إخوان ومجرمين، إخوان وارتكبوا أفعال يستحقون عليها أن يصدر ضدهم حكم بالإعدام والسجن المشدد. أنا مش عايزة أسمع كلام عن الحب، مش عايزة أسمع كلام عن الحضن، مش عايزة أسمع كلام عن المحبة وهنحب بعض لا 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 خلص. مش عايزة أسمع الكلام ده خالص. أوريكم عشماوي وهو متعلق، لازم يتعلق عشماوي، واللي زي عشماوي يتعلق. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مش ده دين ولا مش عاجبكم الدين؟ مش هو ده الدين والشرع؟ من قتل يقتل. القصاص، العين بالعين والسن بالسن، وهناك قانون وهناك دستور يحكم الجميع. عشان كده هكتفي ان انا اقول ربنا يعينك يا نبيلة، وانا هنا برضو بكلم الام. ربنا يعينك، ربنا يقويكي. مفيش حاجة ممكن اقولها لك في هذا الامر. ألا يجب علينا أن ننحي كل سياسة جانبا؟ ألا يجب علينا أن ننحي كل هذه الملاسنات وهذه الاستخدامات
والاستهدافات السياسية، فلنتعامل بإنسانية، فلنتعامل بإنسانية ننشدها مع مثل هذه الأمور ومثل هذه الملمات. اهدى يا معلم، عدت على خير. 5 بالحب. مصر هي أمي، نيلها هو دم